السلام عليكم. قبل يوم ضجت قنوات التليجرام والقنوات التلفزيونية التابعة للإطار ومحور المقاولة وإيران بخبر أن المقاومة العراقية الإسلامية قصفت قاعدة عين الأسد واقتحمتها وأسرت 9 جنود أمريكان على غرار ما عملته المقاومة الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى، ولكن جماعتنا جابوا طوفان الأقصى من باب الشرجة. وتبنى فصيل يسمي نفسه الظافرين العملية اللي انتشرت، وهذا كان بيان فصيل الظافرين. يقول: قام مجاهدو المقاومة الإسلامية مجموعة الظافرين باستهداف أبراج قاعدة عين الأسد من مسافة قريبة بقذائف RPG-7. وما تعرف طبعا شلون RPG-7 وشلون من مسافة قريبة، يعني ما تعرف ابو البرج وين كان. المهم، وأمطرتها بوابل من الرصاص والاشتباك مع العدو. وبكل فخر واعتزاز تزف المقاومة الإسلامية مجموعة الظافرين الشهيد الظافر جعفر الصادق أحمد الطائي مدرك ارتقى شهيدا أثناء اشتباكه مع مشاة الاحتلال الأمريكي بمحيط قاعدة عين الأسد. الفضيحة وين؟ الفضيحة أنه أحد الناشطين اسمه عمار العراقي قام بإنشاء قناة وهمية تدعى الظافرون على التليجرام، وأعلن عمار العراقي أن كل الفيديوهات اللي انتشرت بالقنوات التليجرام اللي تابعة الولائيين والعملية كلها أنه هو العملية كلها صممها بالذكاء الاصطناعي. يعني طلعت العملية كلها وهمية، لا أكو صواريخ ولا أكو هجوم ولا أكو اقتحام، وحتى صورة هذا اللي على أساس شهيد هم طلع مصممها بالذكاء الاصطناعي. إنه أنا قريت واحد معلق على الصورة مال هذا الشهيد الوهمي كاتب له: راح نشتاق ضحكتك الحلوة. على هذا الكلام معناها الجماعة كل بياناتهم وعملياتهم كذب، والدليل أنه أنا هم أقول شلون يوميا مسوين عملية على الأمريكان وقصف الأمريكان وقصف الأمريكان ساكتين. شنو طلع الجماعة؟ يعني بس بيانات. أنا ردت أتكلم وأشرح عن هذا الموضوع مطولا، يعني عن موضوع المقاولة وشي، بس بعدين قررت أوثق هذا الموضوع بطريقة كوميدية، لأن صراحة أنه الموضوع فعلا كوميدي. خلونا نشوف هذا الفيديو وارجع لكم. Te llamo para que vaya a recoger la paellera. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero: Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Tú, había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. مهزلة. على العموم بنهاية البرنامج أحب أوجه كلامي وندائي إلى مديرية التقاعد العامة. خاف تجيكم معاملة باسم جعفر الصادق الطائي ومستشهد ومن فصيل الظافرون، لا تمشون معاملته، ترى هذا شهيد وهمي. حال الله أعلم إيش قد أكو معاملات وشهداء وهميين مثل ما أكو وهميين وفضائيين بالحشد وغير الحشد. أشوفكم على خير.